لا هادو غير المصريين هازين الصورة ديال جلالة الملك وكيسترزقوا من المغاربة، والمغاربة الحنان كالعادة نازلين عليهم بالدعم. كأس إفريقية بالمغرب، عرفنا العدو من الصديق، ما لقينا لا صديق لا والو، عرفنا غير العديان. مين اللي بيدفع الثمن في المغرب بالمناسبة؟ الشارع. انتوا عارفين ترتيب المغرب في الدول المصابة بالإيدز رقم كام؟ اعملوا جوجل عليه ده النهاردة. انتوا عارفين ان واحدة من اهم اقتصاديات المغرب، انا اسفة في هذا الشهر الكريم، هي اقتصاديات الدعارة. لا حول ولا قوة الا بالله، عيش نهار تسمع اخبار. أما سبب ما قالته هذه المذيعة العاملة في قناة مصرية خاصة ذات انتشار، أنا أسفة لكل مسؤول عربي لم يصله إن أنا ضد من يتاجرون بالدين أيا ما كانوا حكومات أو شخصيات، هو منطق الكراهية إذن، والكراهية مرض لا شفاء منه على ما يقال، فهذه الوجوه نفسها أو مثلها هي التي نفخت من قبل في نيران خلاف حول كرة القدم دور نفسه على مساحات أخطر بكثير من ملاعب. عودة المومياوات، رأينا المحنطين ولاو يخرجوا من الجحور ديالهم. إفريقية عرفتنا بالعدو من الصديق، ولقينا الأكثرية الأعداء. الجزائر خلاص هذيك متعوضة، والسنغال اللي كنا كنحسبوهم خوتنا، كنا كنحسبوهم قراب للمغرب، أخوة بين السنغالي والمغربي. قالك حتى هما دوك 18 الواحد اللي شادين، ولا رئيس الحكومة ديالهم كيضرب في المغرب، تلقوا لهم ولا نديروا ولا نفعلوا ولا نتركوا. الجيش الملكي اللي لعب في مصر مع الأهلي وتعرض الرمي بالقراعي، رحنا شفنا الفيديوهات. وشهد الشوط الثاني توقف المباراة لبضع دقائق بسبب إلقاء جماهير الأهلي بعض المقذوفات وقوارير المياه الفارغة داخل الملعب، وأظهرت مقاطع فيديو إلقاء زجاجات مياه على لاعبي فريق الجيش الملكي. قالت صحف ومواقع مغربية إن جماهير الأهلي اعتدت على لاعبي الجيش الملكي. إلى الذين ينتظرون سقوطنا فإن وقوفنا أطول من أعمارهم. لك قال لك سيدي مصر لا ما تعاقبوناش. وليت كنحس بالحقره، اقسم لكم بالله وليت كنحس بالحقره، ولكن فيها خير. عرفنا العدو، عرفنا العديان اللي كانوا في الجحور ديالهم. مصر الدنيا حتى هي خرجت كتضرب في المغرب وكتعادي المغرب. هذا الشيء من بعد كأس افريقيا اللي تنضرب في المغرب. اما هاد القرده الاولى اللي كتهضر على انا اسفه في هذا الشهر الكريم، هي اقتصاديات الدعاره الدين. وهذه راه حشمت نوريك شي فيديوهات من مصر، وغير الصلاه ديالكم، غير صلاه العيد الفطر ولا عيد الاضحى مخلطه، يعني العيالات وسط الرجال، شي داخل في شي في الصلاه، شي كيركع، شي كيسجد، شي كيشوف مؤخرات اخرى، شي حشومه عيب وعار. سكت سكت لما نفضحكم. اللي عيب وحشومه كنا كنقولوا ها علاش ما خاصش الرجال يصليو مورا العيالات. غادي نشوفوا واحد الاخت المغربيه برافو عليها، مشات تصور لنا مصر، هذيك الدوله ولا هذاك الشعب اللي كيضرب في المملكه المغربيه الشريفه، قولها وعمر بها فمك. شوفوا الاخت المغربيه. كاس افريقيا من بعد ما استقبلنا اخواننا المصريين في المغرب ونزلوا علينا سب وانتقادات وقالوا انه المغرب مو بحلو ومصر احلى، قررت اني اروح مصر واكتشف هالبلد اللي احلى من بلاد المغرب. لكن اكتشفت انني سافرت عبر الزمن، تحسها باقيه مثل ما خلاها سيدنا يوسف. بالنسبه للناس اللي راح تنتقدني، انا عندي الحق اني اعطي رايي. نبغي نقول لكل مغربي احمد الله على عيشتك وافتخر ببلادك، راه ما كاينش بحالها، ومش كل من هب ودب راح نخليه يتطاول على بلادنا. الله يعطيك العز والنصر اختي المغربيه، المغاربه كلهم راضين عليك. كنا مصر الدنيا. اللي قال المدرب ديالهم حسام حسن اللي كان هنا في المغرب، قال لك اسيدي لوطير فيه الناموس. شوفوا الذباب كيف عامل، شوفوا الناموس، شوفوا الخنز كي داير. رغم ان المغاربه يعني الناس ديال اكادير شجعوا مصر، شجعوا مصر، ولكن ما كاينش معاهم. هذا هو الجزاء بالإحسان إلا الإحسان. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. هي هذه. حنا ما كناش عارفين هاد المصريين، كنا كنحبوهم، كنا كنبغيوهم بزاف،
لكن خرج منهم العجب خرج منهم. ولات العقليه ديالهم بحال الكراغله، بحال الجزائريين تماما. حنا المغاربه عندنا داك الكرم الضيافه الزايده، لا واه مقدمين للجزائريين قال لك فقاص واتاي. كرم الضيافه الزايده. المغاربه كيحبوا البراني بزاف، كنموتوا على البراني، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن كلشي كيرجع ضدنا، كلشي كيرجع ضدك، واخا دير معاهم اللي درتي. اللهم تهلا في خوك المغربي وتهلا في اختك المغربيه، هي اللي غدوم ليك. بشروط الاتهام فعالك مازال تصيبو. اما الدعاره في مصر فحدث ولا حرج. والله الا في هذا رمضان حشمت نوريكم شي فيديوهات في عبدو الرقاصه رقصني يا جدع. وحشموا يا المصريين على الاعراض ديالكم، حشموا واتقوا الله، اتقوا الله في نفسكم، اتقوا الله في الشعب ديالكم. بعدا يا اكلي لحم الخنازير، واسمحوا لي والله العظيم هادشي بالفيديوهات كيربيو الخنازير الحرام في الحرام، كلشي عندهم حرام، وتجي تحل فمك وتهضر على المملكه المغربيه الشريفه. هنا غير كنردو عليهم، ما كاين لا صديق لا والو، ما كاين غير العديان اخوتي، ما كاين لا موريتانيا لا الجزائر لا ليبيا لا شرق لا مصر، ما كاين غير المغرب. خوا بين المواطن المغربي والمواطن المغربي، هادشي اللي كنعرف انا. ويبان البرهان فيك يا مخان حبيبه، ما صبرني للاتهام غير نكايد ونزيد في الصبر، وعقيلي حيران شاكي من حر لهيبه. عشرتك بالصدق والوفاء واللي فيا راك عارفه، وانت مني رايد الجفاء، مو انا وعدي كان صرفه. خفت عليك يا شارد العفا، من ذنبي بغيات صادفه، ما يلقى كمان لو نكتم السر يبان، وقت خفيتو علي ظهر ركبت القومان، عن سر طار جيبو ونتكلبك فرحان، ما شفت حالي رايد النفر. بشروط الاتهام فعالك مازال تصيبو، عشرتك بالصدق والوفاء واللي غيرك عارفه، وانت مني رايد الجفاء، مو انا وعدي كان صرفه. خفت عليك يا شارد العفا، من ذنبي بغيات صادفه، ما يلقى كمان ما يلقى كمان. قالوا ناس زمان من دار الشر يموت بالغدر، واللي جاد يبان من دار الخير يسيبو. قبلك فاتوا الشبان ما دامت ليهم حالة الصغر، غير فلان كبروا ضحاو يشيبو. سير يا ناكر الحسان ليا مشيت وراك بالقر، ويبان البرهان فيك يا من خان حبيبه. ما صبرني للاتهام غير نكيد ونزيد في الصبر، وعقيلي حيران شاكي من حر لهيبه.